اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ولا يد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبصحة وسعادة يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا. النهاردة روتين جديد لسه ان شاء الله. كنت بفكر ان انا اعمل تنظيفات العيد، بس بصراحة اليومين دول يا بنات الكهرباء بتقطع عندنا كل يوم. كل يوم الكهرباء بتقطع عندنا من حوالي الساعة 12 لحد الساعة 7 المغرب أو 7:30. فطبعا مش عارفة أصور في الضلمة وكده يعني. فايه قلت نأجل بقى ايه تنظيفات العيد لحد ما الكهرباء تتظبط. هما حاليا بيعملوا تقريبا بيزودوا العواميد في الشوارع، فربنا ييسر كده الامور ويخلصوا على خير ان شاء الله. وان شاء الله هنبدأ روتينات تنظيف جامدة جدا وتشجيعية جدا جدا ان شاء الله. هتبقى تنظيفات العيد بقى. انا ما عملتش معاكم تنظيفات العيد الصغيرة مع انها كانت تنظيفات جامدة جدا، بس زي ما انتوا عارفين بقى انا كنت موقفة تصوير على القناة، كانت النفسية مش متظبطة بقالي كام سنة يعني. فالحمد لله بحاول الوقت ان انا ايه ارجع، وعايزاكم بقى تشجعوني. عايزة كل اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي، لو انتوا مش مشتركين ياريت تشتركوا وتنوروني علشان القناة تكبر بيكم. واي حد يشوف الفيديو ده ياريت 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 فضلا وليس امرا اعملوا لايك وسيبولي تعليق، هتفرحوني جدا واحس ان انا بجد القناة بتاعتي بتتشاف، لان انا نفسي بجد القناة بتاعتي تكبر، ونفسي تبقى زي ما انا كنت بتمنى دايما ان القناة بتاعتي تبقى كبيرة. بس الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. فانا بقى يا بنات مستنيه منكم دعم. كل اللي يشوف الفيديو ده ربنا يفرحكم يا رب، سيبولي تعليق ولايك على الفيديو، ولو مش مشتركين اشتركوا في القناه. النهارده بقى ايه صحيت كده من بعد الفجر حوالي الساعه 5، رحت جبت العيش، لاني طبعا في ازمه في العيش بقى. الافران بتخلص بدري، وطبعا لو ملحقناش ما مش بنلاقي عيش. وبعدين الدقيق غلي برضو وكل حاجة غليت، الواحد ما عادش زي الأول بيعرف بقى ان هو يعمل قرص، يعمل كماج، يعمل أي حاجة ان هي تبقى في البيت كده. والله يعني الأسعار بقت مولعة الحمد لله على كل حال. فاحنا معتمدين دلوقتي على العيش. تمام. فأنا كل كام يوم كده بروح أجيب. فالنهاردة ايه صحيت الساعة 5 كده، رحت جبت العيش الحمد لله. بس لقيت الدنيا سبحان الله يا رب، الجو سبحان الله، مع ان احنا في شهر 6 دلوقتي الدنيا مطرت والجو قلب. يعني سبحان الله ما اعرفش يعني سبحان الله ده ايه. اما اكون في الصيف والدنيا تشتي، يا رب يا رب كده يجعله صيبا نافعا ان شاء الله ويجعلنا بالخير كده يا رب. فانا كنت نشرة، فروحت بقى جري، قلت والله قبل ما اغير هدومي ولا اعمل اي حاجة انا هلم الهدوم، لاني كنت مبيتاها. يعني كنت قبلها بيوم غاسله شوية هدوم كده ايه وحطهم على الحبل، وقلت المهم تاني يوم. انا كنت عارفة ان الجو هيبقى وحش، بس كنت سامعة ان هيبقى فيه تراب وهواء، فقلت اقوم الصبح بقى براحتي كده المهم قبل ما التراب ايه يجي عليهم وكده. بس كنتش عارفة انها هتمطر. فلما مطرت فالحمد لله انا حاطه ستاره على البلكونه، فشربت شويه الميه اللي نزلوا. على ما روحت قلت بقى لما عشان لو تقلت يبقى انا في السليمه. يعني تعبي ما يروحش على الفاضي. فالحمد لله لميتهم، وطبعا لميتهم من هنا والدنيا ما سكتتش. يعني الحمد لله حطت شتاء. الحمد لله ربنا يجعله بخير يا رب وسايبه النفع ان شاء الله. فقلت كده ايه اطبقهم بقى بالمره، علشان انا ايه انا كنت جايه بقى وعامله حسابي ان انا ايه الم الهدوم وادخل انام شويه. يعني قلت ما فيش ورايا شغل كتير وانام شويه واصحى بقى براحتي اعمل اللي ورايا. فقلت والله يا بنتي بدل ما تسيبوهم مركونين على السرير،
طبقيهم كده وشيليهم في الدولاب عشان ما يبقوش مكركبين، لان ساعات انا بقوم مثلا اصحى من النوم، لو قمت مثلا على 11 12 الاقي نفسي ايه، ورايا كذا حاجه كده، اروح هنا واروح هنا واروح هنا. شغل البيت مش بيخلص يعني، مهما قلنا شغل خفيف والله مش بيخلص، ممكن انساهم بقى بالليل. فقلت لا يا بنت والله تشجعي كده وتنشطي وروحي ايه، وروحي اعمليهم بقى، طبقيهم حطيهم في الدولاب عشان ما يبقوش مكركبين الدنيا وخلاص. وكده كده لسه بالهدوم بتاعتي، قلت عشان ايه انا ما اغيرش بقى غير لما اخلص. تمام، شلت بقى الهدوم بتاعتي وبتاع جوزي كده في الدولاب، وكانوا حاجات بسيطة خالص يعني. انا مش بحب احوش، مش بحب يعني اكوم الهدوم كده على بعضها علشان تبقى غسلة كبيرة، لا اول باول كده، شوية هدوم بشوية هدوم خفاف كده عشان ميبقاش عندي كتير. وبرضو رتبت السرير كده الكبير، وفتحت بقى البلكونة كده تغير جو الأوضة. وقلت بقى ايه، انا لو نمت هروح انام شوية جنب الولاد وخلاص، والأوضة دي خلاص تبقى كده ايه خلصت، اسيبها بقى تتهوى كده، مع ان الجو بيشتي بس مش برد، يعني الجو مش برد. فتحت الشباك كده وقلت ايه، تغير جو الأوضة. هنا بقى ايه، كانوا الولاد صحيوا، يعني نمت شوية وحوالي ساعة كده وصحيت، غيرت هدومي، وبعدين قلت ايه، اطلع بقى اجيب فرخة كده حلوة كده على قدنا، يعني مش صغيرة ومش كبيرة قوي، فاعملها بقى النهاردة جنب شوية مكرونة وخلاص. فطلعت جبت، انا كنت جايبة ايه 10 كتاكيت، كنت جايبة 10 كتاكيت، وقلت اربيهم، بس الجو يوم حر ويوم هوا ويوم تراب ويوم مش عارف ايه، فالفراخ دي اتعذبت والله العظيم. بصوا جالهم جميع اقول ايه، تغيير الجو جه عليهم، يعني جميع الفصول جت عليهم في الشهر اللي هم متربيين فيه ده. الحمد لله. فانا عشان انا بقالي فتره كبيره ما ربيتش، انتوا عارفين ان انا عندي هوايه تربيه الطيور دي، بحبها جدا جدا جدا، بس الحمد لله آه كنت قعدت فتره كده ايه، النفسيه متدمره من كل حاجه ومش عايزه اعمل اي حاجه، وقفت شغل على القناه، وقفت تربيه طيور، وقفت كل حاجه كنت بعملها. فحتى في رمضان، رمضان ده كان استحالة يجي شهر رمضان غير لما اكون عندي طيور. ورمضان اللي فات ده ما ربيتش طيور والله العظيم، والحمد لله وعدت. بس بعد كده بقى قلت راح اجيب 10 كتاكيت كده صغيرين على قدي، واحطهم في الاوضه، يعني احط لهم الاكل والميه وخلاص. فالحمد لله بقى لهم شهر دلوقتي، واوزانهم مش كبيره قوي عشان لسه برضو ما كبروش، يعني شهر بس، واوزانهم معقوله. يعني انا جبت الفرخه دي يعني لا كانت كبيره قوي ولا كانت صغيره، وسط كده حلو على قدنا، يعني احنا 4 افراد، انا وجوزي واولادي 2، فالحمد لله هتكفينا يعني. فقلت بقى ايه انضفها كده واعملها جنب شويه مكرونه. بالنسبه بقى لتنظيف الفراخ وهقول لكم بقى معلومه حلوه قوي على تنظيف الفراخ بقى، وازاي تنضفي الفرخه ما يكونش فيها زفارة خالص. تمام، انا كنت الاول قبل ما اربي، لما كنت بروح اشتري فراخ من السوق، كنت بلاقي الفرخة فيها خبطات زرقاء، ساعات من عند الجناح، ساعات الاقي من عند الصدر كده حتت في اللحم كده خضرة زرقاء. على فكرة الحتت دي كنت بشيلها ارميها، يعني يعني انا كنت بخسر كتير قوي، مفيش فرخه اجيبها غير لما تكون يا اما الجناح ازرق، وطبعا الحته دي كلها بشيلها، واي حته فيها ازرق بشيلها. وكنت ساعات بلاقي الصدر كده افتح والاقي اللحمه من جوه فيها حتت خضراء، فيها حتت زرقاء، كنت بقرف دايما من الحاجات دي، وكنت دايما بشيلها. فمن هنا بقى قررت ان انا اربي، احلى تربيه بيتي والله العظيم. حتى كده لما تيجي تطبخي الفرخه اللي انت شارياها من بره، تحسي ان هي بعد ما تطبخ بتصغر، ليه؟ بتنزل ميه كتير. لكن اللي انا مربيهم دول، عارفه ساعه ما بتيجي تطبخيها الحته بتزيد، بتتنفخ كده، يعني القطعه بدل ما تخس وتنزل ميه، لا بتزيد والله العظيم، حجمها بيزيد. هي طبعا متربيه في البيت، واكله علف صافي، ميه نظيفه،
كمان بحط لهم لما احس ان عندهم برد ولا حاجه ولا اسهال ولا اي حاجه، ما احط لهمش ادويه. اعمل شاي بليمونه، اعمل شويه شيح، حاجات طبيعيه، فاهمين؟ فحاجه نظيفه من تربيه ايدي. على فكره انا اول ما ربيت خالص ما كانش عندي مكان اربي فيه، كنت بربي في بلكونه، كان عندي بلكونه في المطبخ كنت بربي فيها. والله العظيم كانت بتطلع لي احلى فراخ، الحمد لله العظيم، الحمد لله. المهم بقى عشان ما انساش المعلومه اللي انا هقولها لكم، عشان الزفاره ما تحزوش بزفاره ويبقى طعمها حلو. آه الحاجات اللي بتبقى، اقول لك زي ايه، في حاجات كده بتبقى عند الرقبه تحت الجلد، زي دهون كده او زي غدد كده، تمام؟ الحاجات دي لازم تتخلصي منها نهائي، تشيليها كلها، تشيليها. كمان الجلده اللي بتبقى عند الزلموكه دي ورا الجلده، تشيليها. اي حاجه مكان لازم تفتحيه في الفرخة يعني، لازم تفتحي لو انت هتعمليها سليمة وهتشويها، لازم تفتحي الحتة اللي هي تحت الأجنحة، تمام؟ حطي بقى في مية النقع، شوفي انت بتنقعي ايه. كلنا طبعا كل واحدة لها طريقة، بس المتفق عليه وكل الناس بتعمله الملح والليمون والدقيق. عايزة تزودي حاجة، عايزة تنقصي حاجة، بس ده الايه الأساسي، تمام؟ ملح وليمون ودقيق. حطي بقى مع الخلطة بتاعتك دي ربع معلقة جنزبيل بودر. والله العظيم بصي، ما هتلاقي اي زفارة ولا اي ريحة ولا اي طعم وحش، هتشيلك اي زفارة. انا بحط الجنزبيل مع التتبيلة ومع النقع، يعني لما باجي انقع فراخ او لحوم بحط الجنزبيل، لما باجي اطبخها مع التتبيلة بتاعتها او مع الخلطة اللي انا بحطها بحط جنزبيل، بيخلي مفيش ريحة زفارة نهائي. جميل جميل جميل. انا بحطش خل، تمام؟ ملح وليمون ودقيق، وبحط الجنزبيل. والله العظيم روعة، جربوه كده بجد هتدعولي. بحطه كمان على فكرة لما اكون جايبة سمك هقليه، بحط الجنزبيل دي في الخلطة بتاعته، والله العظيم بيدي طعم حلو قوي. انا قلت بقى ايه، انا كنت الاول هسيبها كده واشويها. شايفين الجلدة اللي عند المكة دي، هي دي اللي انا بقول عليها لازم تتشال، الجلدة دي لازم تتشال، تمام؟ كنت هسيبها كده مقفولة واشويها، رجعت قلت لا انا هقطعها وهرصها كده في صينية وخلاص. بدأت دلوقتي بقى ان انا اقطعها ل4، يعني هي هتبقى يعني حلوة كده كبيرة، او احتمال تفيض مننا. بس انا قلت ايه، بلاش اشيل منها حاجة، انا احطها كده زي ما هي، الولاد ياكلوا ويشبعوا، وكمان لما يفيض حاجة الولاد ياكلوها كده بالليل لانهم بيجوعوا تاني، يعني قبل ما يناموا كده بيبقوا جعانين. وطبعا بدل سندوتشات بقى ولا حاجة، فاض منهم حتة كده ولا حاجة، ده لهم ياكلوها. بصوا بقى كمان عشان تتخلصوا من اي زفارة ومن اي حاجة وحشة، ال الورك لما انا بقسمه كده، يعني لازم العظم اللي فيه ده افكه من بعضه علشان ما يبقاش فيه دم، تمام؟ وفي حتة بتبقى زي الكبدة كده عند الورك، دي بشيلها، اللي زي الكبدة دي برضو تشيليها لان دي بتعمل زفارة، تمام؟ لازم تشيليها. والصدر لما باجي اطبخه برضو لازم اشقه من جوه كده اتنين زي الجيب كده، احط فيه تتبيله، ده بيخليه يستوي بسرعه وبيخليه شارب من التتبيله اكتر وبيخليه طري كده وحلو، احسن ما تكوني سايباه مقفول كده تيجي تفتحيه من جوه تلاقيه ناشف ومش واخد من التتبيله وما ملوش طعم، فاهماني؟ اقول لكم بقى يا بنات على فكره توفروا بيها جدا جدا، خصوصا الايام دي اللحمه غليت والفراخ غليت وكل حاجه اسعارها مولعه. لما تجيبي تحبي ان انت تروحي تشتري فراخ الشهر او بالاسبوع زي ما بتحبي، بلاش تجيبي فرخة واحدة، تمام؟ اقل حاجة تجيبيها فرختين ويكون وزنهم مش صغير. ليه؟ علشان لما تيجي تقسميهم هتطلعي من الصدر، لو عايزة تعملي بانيه او كفتة هتطلعي الدبابيس، الاربع دبابيس هيبقوا وجبة لوحدهم، الافخاد برضو هيبقوا وجبة لوحدهم او حسب على عددكم يعني، تمام؟ الاجنحة هتلاقي معاكي 4 اجنحة،
هتعينيهم برضو لما تجيبي فراخ تاني. الكبد والقوانص برضو هتشيليها لوحدها في كيس، او اي فرخة تجيبيها سواء واحدة او اتنين او تلاتة، تشيلي الكبدة والقرص. ده ممنوع تتعامل مع الفراخ، لا لا لا، دي تتشالوا لوحدهم كده. حتى لو بتجيبي فرخة واحدة، كل فرخة تجيبيها تشيلي الكبدة والقرصة بتاعتها في كيس صغير كده. هتيجي تبصي هتلاقي عندك مثلا لما تجمعي حوالي نص كيلو مثلا، هتعملي بقى تعملي بقى تشوحيه، وتعملي ببصلة كده وقرن فلفل، وتعملي سندوتشات، وتعملي تقضي يوم، او تعمليه جنب مكرونة، هيبقى زي الفل. تمام. دي برضو كانت نصيحة حبيت ان انا اقول لكم عليها، يعني عشان توفروا. عارفة ان الحياة غالية وكل حاجة غالية، يعني ربنا ييسر ويوسع علينا وعليكم يا رب العالمين. هنا بقى بعد ما خلصتها طبعا وانا قعدتها زي ما انا قلت لكم، بالخلطة اللي انا قلت لكم عليها دي، انا هعمل جنبها مكرونه، فمش هعمل جنبها، مش هعمل خضار ولا حاجه. فجبت بصلايه كده صغيره بشرتها، وقطعت عليها واحده طماطم، وواحده بطاطس، وواحده فلفل اخضر. البطاطس دي انا عاملاها عشان بحبها بس، يعني طعمها بيبقى حلو كده. وهبتدي بقى ان انا احط الفراخ في التتبيله دلوقتي، واحاول ان انا ادخل التتبيله في كل حته كده، وفي زي ما انا قلت لكم كده في الصدر من جوه، واحطها على نار هادية جدا، علشان تنزل مية وتستوي فيها. وبعد كده مش هزود لها مية ولا اي حاجة، بحطها على البوتاجاز الاول، وبعد كده بدخلها الشواية تاخد لون. يعني بدخلها الشواية تاخد لون، وبيبقى طعمها حلو قوي زي ما تكون مشوية. اهم حاجة ما تحطلهاش ما تحطلهاش ميه ولا اي حاجه، ولا بحط لها صلصه. دي اسرع صينيه فراخ بعملها، ويبقى طعمها تحفه، ولادي بيحبوها جدا. ولو هطبخ جنبها رز بشعريه، بزود البطاطس شويه، وممكن احط معلقه صلصه او حاجه، بيبقى طعمها حلو قوي. جربوها بجد هتدعولي. وعلى فكره الرجول دي عند ولادي اهم من الفرخه نفسها، فهم بيحبوها يعني. دلوقتي هوطي عليها البوتاجاز، وهحطها عشان تستوي. هحطها زي ما هي كده على وشها، وبعدين هقلبها على ظهرها، وهسيبها على ظهرها كده. طبعا طفيت عليها دلوقتي، هدخلها الشوايه وهي على ظهرها، علشان تاخد لون الاول على الظهر. بعد كده اقلبها على وشها، فتكون متحمره من ناحيتين. شايفين البطاطس ما شاء الله استوت، وطعمها زي العسل، والله العظيم جربوها كده هتدعولي. وعملت جنبها حله مكرونه تاكل بألف هنا يا رب. ودلوقتي بقى الفراخ طبعا طلعت من الشوايه زي ما انا قلت لكم، متحمره من على الناحيتين. تمام. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده. لو انتوا وصلتوا معايا للاخر بقى، ما تنسينيش في اللايك والتعليق جميل زيك. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.